هلا والله. يب الجوكر هيث ليجر رجع لنا من جديد. نضال الأحمدية هي إعلامية لبنانية، وهالإعلامية اللبنانية ما عندها شغلة عاملة غير هالكائن اللي اسمه السوري. إذا السوري فسوة بلبنان بتطلع شبيه تمساح النيل وبتقول ليش عم يفسي بلبنان، يروح يفسي ببلده. أنا آسف عزيزي المشاهد على هالمقدمة وعلى هالكلام، بس مع الأسف نضال الأحمدية هيك تفكيرها يعني. طيب أغيد ما بدك تشرح لنا شو صاير، راح اشرح لكم. كملوا الفيديو للأخير وحتعرفوا كل شيء، وفجروا زر اللايك يا إخوان. خلينا نوصل هذا الفيديو 100 لايك، يعني 100 لايك من قريبه. مر على موضوع الشوكولامو سنة كاملة ودراما الشوكولامو خلصت، بس شكله نضال الأحمدية كانت مبسوطة على هالدراما، فبترجع لنا بعد سنة بهالبودكاست. هلا أنا رح أتخطى الأمور السياسية لأنتني ما دخلني بهالأمور وقناتي ما بتتطرق لهالشغلات، بما أنه البودكاست تبعهم كله سياسي تقريبا، كله عم يحكوا على السياسة. أنا رح أخذ الشغلات اللي ما لها علاقة بهالأمور. هلا هون بيسألوا نضال الأحمدية إنه شو أحلى شي بحياتك، فشوفوا جوابها. حكينا عن إنه حياتك فيها الحلو وفيها المر، شو أحلى شي فيها؟ اني استطعت ان اكون انثى. عن جد. مش عارف، انا حاسس انك مانك ناجحة بالموضوع، شكلك مثل الجوكر بفيلم باتمان ذا دارك نايت. كانت امرأة تدافع عن حقوق الأيتام، بحمل عصاية، كنت قاسية ومتمردة وبضرب الظالم وبأذيهم وبلم الأيتام ومتت قتل. وين كنت عايشة، بلبنان أو ما فيهم بالهند، يعرفوا؟ هندية. لحظة، نضال الأحمدية لبنانية ولا هندية؟ شو قصة هالمرة؟ هلا يا اخوان مش فاهم هي شو عم تحكي انه هي قبل ما تعيش بهاي الحياة ويكون اسمها نضال الأحمدية كانت عايشة حياة قبلها وكانت هندية وتحمل عصاية وتضرب الظالمين وما تتقتل. يا اخوان شو هالحكي اللي ما بفوت الراس هذا؟ هاي المرة مستحيل تحكي شي عقلاني. درسوا علي ولا عملوا لي شيء من الإيحاء المغناطيسي، ولما كنت بالهند هيدا بكوامباتور، أنا بروح دايما على تامبلز بقطع. طيب بالنسبة اللي عم تشتغلي إنه للحياة كيف تشتغلي؟ إنك يعني؟ تعرف كتير، إنك يعني ما تنام كتير، تنام قليل، تعرف كتير. كل الدكاترة والناس بتنصح انه تنام كتير احسن لصحتك. نضال الأحمدية هيك بتحكي، ما تنام كتير، نام قليل. لا تنام كتير نام قليل. لا اله الا الله، مستحيل تحكي شيء عقلاني. عم قلكم من هلا جهزوا لي حالكم على التخبيص الجاي. نضال الأحمدية إذا بدها تتقمص شو بتحب تكون بالحياة الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ ما بعرف. ديكتاتور. يا اخي بالله عليك احكي شيء منطقي وحكيم لمرة واحدة بحياتك، لحتى احس انه هالانسان اللي قدامي اللي عم تحكي والله انه فهمانة وحكيمة، لحتى اقول دايم معهم حق لحتى يجيبوه على البودكاست. انه الانسان لحتى يجيبوه على بودكاست ويفهموا مخه لازم يكون انسان ناجح وانسان عامل كتير شغلات حلوة بحياته، ما يكون كل همه انه يحكي عن السوريين. فهلا المساطيل عم بيعطوا رأيهم مثل رأيي أنا، إنه المهبول بده يعني رأيي يساوي رأيه. لا، ديمقراطية يعني. طب قلتش هلا هي هون كانت عم تقول انه هي مو مع فكرة انه كل الناس يصيروا يعطوا رأيهم وما يكون في ديمقراطية، لانه المساطيل عم يعطوا رأي مثلها او دايم انه حدا غيري عم يعطي رأي مخالف الي، لا هذا مسطول اكيد. المشكلة بكلامها انه هي منهم للمساطيل والمهابيل كل كلامها عن السوري سوى هيك، السوري عمل هيك، حرفيا كلامها كله عنصري، وبتطلع بالاخير بتقلك انه المهبول ما لازم يعطي رأي مثلي، ما لازم يحكي آراءه مثلي. يعني مو انت منهم يا نضال، انت من المهابيل اللي عم تحكي عنهم يا سردينة. فاذا بدك نطبق كلامك اول واحد لازم سكته هو انت، لانك تعتبري رئيسة المهابيل. نضال الأحمدية، هل أنت ندمانة بشكل أو بآخر لأنك ما تجوزتي مرة تانية؟ لا شو لا؟ أبدا لا. منك ندمانة؟ لا، أنا بنت أمي. لا، أمي لا تجوزت مرة تانية، كان عمرها بالثلاثينات لما قتلوا بي. لا، أنا بجيب رجال شريك ابني ولو أصلا هيدا المشروع يعني بيحتاج إعادة دراسة حق كل امرأة. أنا عم بحكي عن حالي، بس إنه لا، أكيد لا. شو هو اللي بحاجة مؤسسة الزواج بحاجة إعادة؟ أصلا مؤسسة فاشلة. والله من الطبيعي انه تحسي انه مؤسسة الجواز مؤسسة فاشلة لما تعيش بمجتمع منسلخ عن عروبيته، وبتحكي بونجور وجود نايت، وبتتقبل انه مرتك يكون عندها اصدقاء شباب، بيقول انه عادي وبمايندت عادي انه مرته تكون عندها اصدقاء شباب، هون بتكون مؤسسة الجواز فاشلة. بس يعني ضال اذا كانت تجربتك مع الجواز هي تجربة فاشلة، فهذا لا يعني انه مؤسسة الجواز كلها فاشلة، والمؤسسة هاي اللي عم تقولي عنها فاشلة هي اللي خلتنا نستمر بالحياة وما ننقرض كبشر. يا اخوان انا بطلت
اقدر اتحملها آراءها الفزة. اوكي انا مع الانسان انه يحكي آراءه، بس اذا آراءك كانت غبية فنحن من حقنا انه ما نحترم آراءك، وراح اتخطى للمحل اللي بتصير تحكي فيه عن السوريين. الشوكولامو سال شطشط على الدولة السورية، زعل المحامي وزعل القاضي. يعني أنا مش شايفة مجديب أكتر من هيك. اوكي خلينا نتفق على موضوع انه هي وقت اللي حكت على الشوكولامو هي ما حكت انه والله على الشوكولامو ذات نفسه انه لهالشي نحن تضايقنا، هي حكت انه علينا كشعب انه نحن مو متعلمين وانه نحن جهلة وهيك وهالقصص. انت الجدبة يا حبيبتي، انت الحمارة. اوكي مع الاسف انا عم بحكي مع مرة هون مدري قديش عمرها 61 سنة، عم بحكي معها بهالطريقة، بس هي آراءها كتير غلط وعم تحكي عن شعب كامل كأنه مو متعلم، واذا كانوا ما بيعرفوا شو يعني الشوكولامو خلص هدول جاهلين. وفي إهانة للسوريين يعني إهانة بشكل أو إهانة بآخر لسوريا. للإنسان السوري. بشو هنتو للإنسان السوري؟ إنه قال لي لا أنتو بدك تعرفوا لهجتنا سوريا لبنان محافظة فكرة. وبعد يعني خلال الحملات لم يعد لبنان محافظة سورية، أصبح منطقة، رغم يعني وتحولت إلى قضية مركزية ولا تزال تقوم قيامتها، بالرغم إنه ما كان في سوريا. نحن ما كنا نقول هيك لأنه ما عنا عقدة ناقص، نحن شعب ما عنا عقدة ناقص. ما في سوريا خي، ما في سوريا. خلونا نكمل. في أشوريا. كانت كل حضارة تحتل البلد سمي على اسمها، كان لها عدة أسماء. أما يعني 1919 ركبوا مجموعة شعوب. انتم مركزين شو هي عم تقول؟ انه 1919 ظهرت سوريا. هلا هو ما كان في شيء اسمه سوريا، كان في شيء اسمه بلاد الشام، يعني وقتها ما كان في شيء اسمه لبنان يا زكية. عملوها الدولة السورية. بس هلا بدها تقوم الأيام عليك عم تنكري وجود سوريا، انه ما كانت إنه سوريا ما كانت موجودة ابدا. مش عم بيقوموا القيامة، هني بيقوموا القيامة على اي شيء، بس انا بسليهم يعني. هلا على الهوارة بيعملوها من جديد. جبران سوريا ختيارة. طلع مين فكرت جبران باسيل، انا قلت يدافع عن حاله، طلع جبران خليل جبران. عم بيزوروا كتابات لإله ولبننة جبران خليل جبران. ومين طلع سوري ونحن مش عارفين؟ فيروز. يا خيي شعب بده ما عنده جبران بيسرق جبران، ما عنده فيروز بيسرق فيروز، ما عنده مروان خوري سرق مروان خوري، ما عنده نجوى كرم سرق نجوى كرم. بس حابب اوصل لك فكره يا نضال، انه نحن عنا فنانين وعنا ممثلين قد شعر راسك، وما لنا محتاجين انه نسرق فنانين من عندكم، لانه في عنا نحن فنانين كتير، قد كتير عنا فنانين. ما بدي اعد لكم كل الفنانين تبعونا مشان ما يصير الفيديو ساعتين، بس جزء ما يكفي ساعتين. هي كانت عم تحكي انه ما كان في شيء اسمه سوريا زمان. خلينا نشوف نبحث على جوجل بحث بسيط. اوكي يا اخوان، هاي ويكيبيديا. انا بحثت بلاد الشام. شوفوا بلاد الشام او سوريا التاريخية، انا ما دخلني. شوفوا افتحوا ويكيبيديا. او سوريا الطبيعية باليوناني مدري شو، وباللاتينية سيريا. يعني هاي كانوا يقولوا على بلاد الشام سوريا، فاهمين؟ شوفوا هاي هي بلاد الشام، هون كاتبين سيريا، شايفينها سيريا قد حياتي. هاي الخريطة اللي كانت بلاد الشام، واذا بتطلعوا هون بتلاقوا تاريخ هاي الخريطة 1851. فهلا ايش بتقول نضال الأحمدية؟ انه والله ويكيبيديا مستلمينا السوريين هن كتبوا هالمقال. فيك تخرسه. شوفوا يا اخوان، هاي هي بلاد الشام سوريا، والاسكندرون هون من تركيا، وهون هاي فلسطين، وهاي الأردن، وهي لبنان. هون هدول كلهم بلاد الشام. هلا بحثت هون ما انقسم بلاد الشام. شوفوا هون ايش كاتب جوجل: كانت بلاد الشام تاريخيا كيان جغرافيا وسياسيا واحد في التقسيم السياسي والإدارية. كانت دوما تتركز على اعتبار هذه المنطقة كتلة واحدة لا يمكن الفصل بينها، غير أن الاحتلال البريطاني الفرنسي واتفاقية سايكس بيكو أدت إلى تقسيم بلاد الشام، أو هون بين قوسين سوريا الكبرى. شايفين؟ سوريا الكبرى أو بلاد الشام مو مهم، المهم إنه نحن كنا دولة واحدة قبل ما يجوا يفصلونا البريطانيين والفرنسيين. ومع الأسف هالفصل صار انه مشان بس يعملوا دولة اسرائيلية عنا. وفيك تقولوا النضال الأحمدية عم بتمهد هالطريق، عم تسوي فتن بيناتنا مشان ما ندافع عن بعض ونصير كلياتنا نتقاتل ويلهونا ببعض، وهن ياخذوا البلاد الشام كلياتها، هن ياخذوها ويحتلونا وخلص. يا اخوان انا عمري 18 سنة وحاليا عم بحكي كلام احسن من الكلام اللي عم تحكيه وحدة عمرها 61 سنة. خلص كبروا، عقلوا،
حاج اوف، اقسم بالله اني مليت من هاي النضال الاحمديه، كل شوي والتاني بتطلع لك بتصريح عنصري ضد السوريين. خلص خيتو تركينا بحالنا، يعني اللي فينا مكفينا، كمان حرب وفقر وتهجير وهذا ومدري شو، وبتطلعي لنا انت مثل انثى التمساح وبدك تنكدي علينا اكثر. خيتو تركينا بحالنا، خلاص عيب، احترمي نفسك وكلي المهم يا اخوان لهون خلصنا فيديو اليوم، واذا انا زعجت اي حدا بهالفيديو انا اسف، ما بعرف بجوز حكيت حكي بجوز زعج بعضكم يعني، بس بصراحه يعني حاج كمان نحن كتير اخر فتره عم نتعرض للعنصريه من الرايح والجاي، الرايح والجاي بده يتعنصر على السوري. تنسوا تسووا لايك واشتراك ويلا بيس.